عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا نور، مش من حقك على انك تدق في حق الاهلي. هذا كلام كله ما ينفع ولا حاجة، ما ينفع بشيء كلامك. اللي تقول في ناس مش مصدقة على انها فازن على الاتحاد. كيف ما هي مصدقة؟ واحنا جاهزين لكم من بدري. احنا مصدقين غصب عنك وعن اطلق شنب يا نور. الاهلي فريق كبير، ومن حقك على انك تحترم فريق النادي الاهلي. ما تقول في حق الاهلي في ناس ما هي مصدقه على انها فازت على الاتحاد، وتقول على انك انت ما انت جاهز. انت جاهز، وكان تتوعدون قبل المباراه ب4 ايام ب5 ايام، تتوعدون في الاهلي على انكم تهزمونه. شوف، انت تكلمت وصرحت على انك بتسوي في الاهلي، لكن ربي سبحانه وتعالى قلبها عليكم وبكاك الاهلي يا نور. الاهلي بكاك وخلى دمعتك سالت على الخد صبابه، غلب الاتي غلابه. الاهلي خلى دمعتك سالت على خدك، دمعتك سالت على خدك وهزمك الاهلي، وبعثت له مدرب صبابه وهزمك وخلاك تبكي يا نور، وغلب الاتي غلابه يا نور. بالمفروض انك ما تتكلم في النادي الاهلي. ولما يقولون على نور اسطوره اسطوره، نور انت ما قدمت للمنتخب السعودي. انا اقول اللي اسطوره يكون قدم للمنتخب السعودي انجازات، قدم للمنتخب السعودي انجازات زي من؟ زي ماجد احمد عبد الله، زي الثنيان، زي سامي الجابر، زي محمد عبد الجواد. هذين اللي قدموا انجازات للمنتخب السعودي. انت يا نور ما قدمت ولا شيء للمنتخب السعودي. اسطوره حقك راحت وتاريخك راح، والان انت ما في عندك تاريخ ولا فريقك عنده تاريخ. تاريخ اللي يفوز في 2015 2016 انت جيب انجاز لفريقك وبعدين تكلم. اما انجازاتك الاول راحت خلاص، بلها بالمويه واشربها يا نور. اعتزل.